يا صباح الجمال، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض الكاستر بطريقه بسيطه جدا وسهله، بمكونات 3 مكونات بس. ان شاء الله هنعمل احلى كاسات كاستر مبسطه. بس لو اول مره تشوفوني يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتنا. طبعا الكاستر من حلويات رمضان الجميله جدا والسهله والبسيطه، وبتبقى خفيفه كده على المعده في رمضان. يلا بينا بقى ندخل على المقادير على طول. اول حاجه معايا كيلو من الحليب، ومعايا كاستر وسكر. دي مقاديرنا بس مفيش اي مقادير تاني. هنا كيلو من الحليب هحط عليهم معلقتين كبار مليانين من الكاستر. تمام، ما بكترش اكتر من كده عشان انا مش عايزه الكاستر بتاعي تقيل، او انا عايزه السمك بتاعه عامل زي المهلبيه كده خفيف شويه. اربع معالق كبار من السكر. انت حابه بقى تزودي سكر عن كده براحتك، حابه تقللي سكر عن كده براحتك. السكر ده على حسب الرغبه. انت حباها مسكر قوي براحتك، حباها مظبوط. هو المظبوط بتاعي كان 4 معالق كبار من السكر على كيلو الحليب، ومعلقتين الكاستر. كانوا مطلعين السمك بتاعهم ننزل مهلبيه كده حلو. تمام، بدوب الكلام ده كله كده على البارد. بعد كده بروح واخداها على النار. تمام، على نار متوسطة، مش هادية قوي ولا عالية قوي، على نار متوسطة مع التقليب المستمر. التقليب المستمر ده مهم جدا 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 عشان خاطر الكاستر بتاعي ما يكتلش معايا، نفس فكرة البشاميل. لازم التقليب المستمر عشان خاطر ولا يتحرق معايا، ولا يعني القعر بتاعه يتحرق يشيط، او اللي هو يكتل معايا. تمام، خلاص هنا بدأ يتقل معايا. اول ما بتحسي ان هو بدأ يغلي معاكي خلاص كده، السمك بتاعه انت بتتحكمي فيه على حسب كمية الكاستر اللي انت حطيتيها او كمية النشا اللي انت حطيتيها. هنا كان خلاص بدأ يغلى اهو، وكان السمك بتاعه جميل جدا. حطيته في شفشة او اي حاجة ليها يعني زي بوز كده عشان خاطر اعرف اصب في الكاسات بتاعتي. اي كاسات بقى عندك، اطباق، اي حاجة، بولات، اي حاجة عندك حابة تصبي فيها تقدمي فيها الكاستر بتاعك قدميه. بتقدميه طبعا هو سخن، متستنيش عليه يبرد عشان هيعمل قشرة كده على الوش. تمام، شايفين السمك بتاعه جميل ازاي؟ اهو كده بصب انا الكاستر معاكم. تمام، انت بقى حابة تزينيها بأي حاجة عندك، كريز زينيها بكريز، فراولة، ممكن نزينها كمان بزبيب، باي حاجه عندك. انا قبل كده عملت لكم الكاستر، عملت لكم لونين داخلين في بعض، هنزل لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. الفيديو ده كان جميل جدا، زينتها كمان بالفراوله. هنزله لكم، كان حلو قوي. دخلت لون الاحمر مع الاصفر في كاس واحد، كان شكله حلو قوي، كان طعمه حلو. وكمان ده كان حلو قوي، وكان السمك بتاعه كمان جميل. يا رب تجربوه كده ويعجبكم باذن الله. شايفين الكاسات بتاعتي شكلها جميل ازاي؟ انا زينتها هنا بزبيب. الزبيب طبعا من الحاجات الرمضانيه كده اللي بتحسسك بجو رمضان الحلو. جربوها ان شاء الله بنفس المقادير دي. يعني كيلو الحليب حطيت عليه معلقتين بس من الكاستر بس مليانين، و4 معالق من السكر. بجد بجد كان حلو قوي وكان خفيف كده. غير لما انت تزودي معاه الكاستر هيبقى تقيل قوي معاكي ومش هيبقى حلو. تمام، لكن كده سمكه عامل زي المهلبيه وجميل قوي. جربوه ان شاء الله هيطلع معاكم مظبوط وخفيف كمان. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش بقى تدوسوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل وصفاتنا اللي احنا بنعملها مع بعض. واشوفكم في رعايه الله في فيديو جديد.